بيقولوا علاج طبيعي مجالاته واسعة وأحسن من صيدلة، وعايز أعرف إيه نظام الكريدت ده؟ ممكن؟ ممكن طبعا. العلاج الطبيعي والصيدلة الاتنين مجالاتهم واسعين جدا، وانت ممكن تلاقي شغفك جوه لأن المجالات كتير ومختلفة. فانت الاتنين أحسن من بعض، مفيش أي. شوف انت بقى ميولك ايه؟ هل انت حابب انك تشتغل بقى بإيدك وتشتغل مثلا مع ناس عندهم شلل ويبدأوا يتحركوا، ناس عندهم في الرياضة، شغلك في الرياضه والتاهيل الرياضي، ده ميولك، اوكي يبقى علاج طبيعي. طيب صيدله، لا صيدله بقى يبقى ادويه، يبقى شركات ادويه، شركات تسويق، بتحضر الحبايه او الدواء المعين، صيدله طبعا، والكيمياء طبعا. طيب ايه نظام الكريدت؟ نظام الكريدت ده بيحول المواد بتاعتنا لساعات، ساعات بجد، ساعة يعني مثلا مادة الاناتومي، والله الدكتور محتاج ساعتين او ثلاثة عشان يشرحهم، احتاج 3 ساعات، يبقى مادة الاناتومي هتبقى ب3 ساعات نظري. طيب مادة الاناتومي فيها عملي، يبقى في ساعة كمان عملي، يبقى مادة الاناتومي تبقى ب4 ساعات. منطق بمنطق المواد لساعات. فالكريدت ده، يعني مثلا مادة مثلا سهلة زي الانجليزي، يقول لك دي بساعتين بس. ليه؟ لأن محاضرتها النظرية أو اللي بيتشرح فيها في ساعتين، فبقت ساعتين كريدت اور أو ساعتين. طيب الموضوع ده مميز في ايه؟ مميز ان هو بيخلي فيه مرونة، ان انت ممكن تسجل عدد ساعات معين في الترم براحتك، عايز تسرع من رتم الجامعه بتاعك او تبطئه، انت براحتك بتاخد الساعات اللي انت تقدر تتحملها. طبعا هنا في مصر موضوع الساعات ده بيبقى مفروض عليك، مش زي بره. بره بتختار بقى الترم ده انت عايز تاخد فيه ايه، ايه المواد اللي مناسبه منك، ايه عدد الساعات اللي انت تقدر تستحملها كطالب، في شويه مرونه. لكن في مصر احشي، خد 20 ساعه، خد، انت ممكن ما تاخدش، بس ده هيأخرك جامد. لكن في مرونه بره، هنا ما فيهاش مرونه، ما فيش مرونه بجنيه. الجامعه بقى بتحط لك والله لازم تخلص 140 ساعه او 160 ساعه، والمواد الالزاميه عندك في الترم عشان تقدر تتخرج، خلصتهم بتتخرج. بس هي دي الساعات او موضوع الكريدت وانظامه. وموضوع الجي بي اي ده انا كنت اتكلمت عنه، ممكن ترجع لفيديو قديم. وبس، وربنا يوفقكم.